اوسخ مجال في مصر. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زازوق من ZackWorks.com. اهلا بيكم في حلقه اوسخ مجال في مصر. في البدايه خالص اسمحوا لي اني اقول ان الحلقه دي للكبار فقط، واي حد يعني سنه اقل من 18 سنه يا ريت يتفضل ويكمل الحلقه. سبب تسمية الحلقة دي بالعنوان الغريب ده، بالعنوان القذر ده، وعليك يا وسخ، ان اي حد هيقرأ المشاكل او اي حد هيتفرج على الحلقة دي هيكون الناتج في الاخر ان فعلا ده اوسخ مجال في مصر، مع انه مش كده والله ابدا. انا يعني قضيت نص عمري تقريبا في مجال الجرافيكس، وبجد لو بعشق حاجة في حياتي هتكون هي مجال الجرافيكس. يعني من كام يوم كنت عامل بوست كده على الفيسبوك، قلت فيه يا جماعه اللي عنده مشاكل تقنيه او عنده مشاكل بتقابله مع العملاء او عنده مشاكل في مجال الجرافيكس عموما يكتبها لنا ويقول في كومنت ايه رايه في الحاجات دي ويشتكي. يعني ما كنتش متوقع ابدا ان البوست ده يجيب رد الفعل الكويس ده. كنت متوقع اخرها يعني كام كومنت وخلاص والموضوع هيعدي ومش هتدبس في حلقه من حلقات زاك توك. بس يعني كويس ان احنا نسلط الضوء على المشاكل اللي بتقابلنا في المجال علشان نقدر نحلها، او حتى لو في عملاء بيتفرجوا علينا يعرفوا المشكله جايه منين ونقدر نتعاون مع بعض ونحل المشاكل اللي بنقابلها في مجال الجرافيكس ده. لقيت ناس بتعيط وناس بتولول وناس بتلطم على خدودها وناس بتشد في شعرها وناس بتنتف في حواجبها يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي بلاوي زرقاء. يعني ناس بتتعذب بجد يا جماعه والله. يعني كمية مشاكل كتير جدا. حاولت اعمل لها زي رانكس كده او زي مثلا احصائيات او حاجة زي كده. في الاخر يعني لقيت ان في 6 مشاكل اساسية هي اللي بنواجهها او هي اللي بنقابلها دايما كمصممين جرافيكس او فنانين في المجال بتاع الجرافيكس ده، او حتى مجال الرسم او المونتاج او الموشن جرافيكس او اي مجال فني تقني. اول مشكلة بتقابل الناس اللي في المجال بتاعنا ده هي مشكلة التعديلات الكتير من العملاء او كده. يعني تاني مشكلة هي الفصال والجدل مع العميل، وان العميل ما بيفهمش الكلام ده، او يعني ان العميل بيفاصل كتير في الاسعار بتاعة التصميم. تالت مشكلة وهي الثقة او عدم الثقة في التصميم بتاعي او بتاعك. يعني رابع مشكلة امكانيات الاجهزة واسعارها او غلو اسعار القطع بتاعه الاجهزه لما حد بيجي يعمل او بيشتري جهاز. يعني خامس مشكله هي ان التصميم ببلاش، او ان ناس كتير بتطلب تصميمات ببلاش من الاقارب والاحباء والاصدقاء وعابر السبيل والناس دي. سادس مشكله ازاي اجيب افكار. فخلينا نشوف مثلا اول كومنت معانا من عبد الرحمن خالد. التعديلات، بيشتكي من التعديلات وبيقول ودي حاجه تضحك يا ريس لنا الله، وبيعيط عيني. بس يعني ممكن تعدل تصميم واحد بتاع 5-6 مرات او 5 مرات، وغالبا انت بتفضل مقتنع ان الاول كان افضل، ومن مساوئها برضو انك بتلاقي المنتج النهائي اللي بيعوزه العميل اقل من اللي انت مقتنع بيه وعملته. فلو كنت سيء الحظ وما حفظتش الاول مش هتعرف ترفعه على البورتفوليو بتاعك وهكذا. خليني اقول لك عبد الرحمن انك ما ينفعش ما تعملش سيف لشغلك دايما حتى لو في مليون تعديل. يعني مثلا انت عدلت 5 مرات مثلا، فدايما تحاول تعمل سيف لاول تصميم علشان ده اللي انت بتحطه في البورتفوليو بتاعك. سيبك بقى من التعديلات التانية دي لان دي بتبقى وجهات نظر العميل نفسه. خليني اقول لكم يا جماعه حاجه على موضوع التعديلات ده. هو موضوع التعديلات على فكره مش في كل الاوقات بيبقى وحش. في ساعات عملاء بتفهم يعني قلما يعني فيجي يقول لك تعديل مثلا معين فانت تعمله تلاقي ان انت مبسوط اصلا بالنتيجه بتاعه التعديل ده. فدي حاجه كويسه ان التعديلات مش دايما بتبقى وحشه. وفي مثل كده بيقول لك يعني اربط الحمار مطرح ما صاحبه عايز. يا عم اربط الحمار مكان ما يريد صاحبه، مين صاحب الحمار؟ فمن حقه انه ياخد اللي هو عايزه. يعني انت كده اصلا عميل ده دافع حق الخدمه اللي انت بتقدمها له او حق التصميم اللي انت بتديه له. حاول بقدر الامكان توصل لوجهه نظره، وحاول تتكلم مع العميل وتعرض عليه وجهات نظرك انت، فتقول له ان ده افضل مثلا لكذا وده الافضل لكذا بطريقه احترافيه جدا وبطريقه مهنيه، من غير يعني بصوا يا جماعه سيكولوجيه مصمم الجرافيكس او سيكولوجيه الفنان اللي بيشتغل في مجال الجرافيكس بتاعنا ده دايما بيبقى شغله عزيز عليه، او دايما ان وجهه نظره او فكره او اسلوب ابداعه الشخصي وطريقته في التصميم دايما بتبقى غاليه عليه، ودايما بيبقى شايف ان هو صح وان هو احسن وان هو مبدع، ومن حقك ان انت تشوف ده. بس العميل مش زي دماغك، او الدماغين مش هتتساوى، لان انت تعليمك حاجه او انت ثقافتك حاجه او انت بتشوف
اكتر من العميل. يعني هو مثلا لو شاف 3 4 تصميمات، فانت شفت يعني نقول 3 4 مليون مثلا تصميم ده على الاقل. فهي الفكره كلها ان انت شفت اكتر من العميل. فحاول يعني مش تشوف العميل ده انه مثلا عدوك او ان هو عايز يبوظ لك التصميم او يخرب الدنيا عليك ويجيب ضرافها والكلام ده. لا، حاول دايما تشوف ان العميل ده، انا اسف اللفظ بين قوسين كده، جاهل او ما يعرفش يعني ايه ديزاين. طلعت ان انا ما بفهمش، انا حمار. فانت حاول تفرجه، حاول تبعت له ريفرنس، تقول له ايه رايك في ده، اتفرج على ده. انا حمار. مثلا لو انت شغال في مجال او يعني شغال في تصميم في مجال معين وليكن مثلا السياحه، فحاول تجيب له كميه ريفرنس. او مثلا لو بتشتغل في ويب سايت مثلا وليكن دكتور اسنان، حاول تجيب له تصميمات تبع دكاتره الاسنان كتير وتفرجوا عليها وتقول له بص الناس دي بتعمل ايه وبص الناس دي بتعمل ايه وكده. لا، انا 150 حمار في بعض. حاول تثقف العميل بتاعك علشان حتى لو ما عملتش معاه شغل، العميل ده بعد كده يدعي لك، يعني يقول ان انا كان في والله مصمم راجل محترم يعني وراني وفرجني وساعدني. والله يعني ما تتعاملش مع العميل ده انه سبوبه او ان حتايه وخلاص وشكرا بعد كده هيختفي. لا بالعكس، في عملاء لحد دلوقتي معايا بقى لهم اكتر من 10 سنين، وفي عملاء بيتحولوا لاصدقاء وهكذا. تعامل ربنا في الناس دي، مش تتعامل مع العميل ده كانه سبوبه وشكرا وهيروح وخلاص. في مثلا مشكله تانية معانا الحسن فهمي، اكتر مشكله انا شايفها هي المطابع اللي عندها مصممين، فلما بيروح حد يعمل تصميم بيعمله بسعر لا يمت للواقع بصله. يعني مثلا ممكن يعمل غلاف كتاب ب 25 جنيه، وده بيدي انطباع للناس ان المصممين اسعارهم الطبيعيه كده، وده طبعا اكبر غلط. انا معاك جدا ان في كتير من المطابع بتعمل الكلام ده، وفي كتير كمان بيعملوا التصميم ببلاش لانه بيعتمد على سعر الطباعه. ما هو اكيد لما انا مثلا هطبع لك 10000 نسخه ولا 20000 نسخه ولا 1000 نسخه حتى، اكيد انا الخدمه اللي انا هقدمها لك ان انا هديك الديزاين ببلاش. فدي زي ما تقول كده يعني انا بدخل دي في دي، لان هو بيكسب من الطباعه او ليه مكسب في الطباعه والورق. يعني العميل ما يفهمش ده، العميل فاهم ان هو واخد التصميم ببلاش وان هو كده كسبان يعني. بس خد بالك الموضوع ده برضو مش في مصر بس، هو بيحصل فعلا في العالم العربي، بيحصل في كل انحاء العالم يعني. فهي الفكره كلها ان هو اصلا كسبان منه، بس هو العميل هيعرف انه يعني مضحوك عليه يعني لو هو بيفهم يعني. عبد الرحمن فهيم بيقول الافكار ازاي اجيب فكره فيديو موشن جرافيك. هو الموضوع ده كبير وانا كنت اتكلمت عنه قبل كده في حلقه هحطها لك في الكاردز اللي بتطلع هنا. خليني اقول لك ان اول حاجه بتجيب لك افكار هي الفرجه الكتير. حاول تتفرج كتير قوي على ديزاينز وتدخل تفتح بيهانس وتفتح يوتيوب بالنسبه يعني للفيديوز وكده او فيميو، وتتفرج على كميه فيديوز كتير. شوف الناس بتعمل ايه، شوف كل واحد في تخصصه بيعمل ايه، كانفوجرافيكس مثلا او موشن او تايتلز او كده، بتخلي عينك تشتغل او بتعمل حاجه اسمها تغذيه بصريه. ريهام كرم بتقول الفصال في الاسعار والعميل اللي مش فاهم ومش مستعد حتى يفهم ويسمع. لو في عميل مش فاهم ومش مستعد حتى يفهم ويسمع، سيبك منه احسن، علشان ده عميل مقرف. البعد عنه غنيمه زي ما بيقولوا. الناس كلها بتفاصل في الاسعار وده شيء طبيعي، بس هي الفكره ان انت لازم تلعبها صح برضه. يعني مش تديله سعر واحد، حاول تديله مثلا اكتر من بلان. يعني تديله مثلا سعر عالي وسعر وسط وسعر مثلا قليل. ظبط انت بقى، يعني انت كراجل بتشتغل ديزاينر او كده لازم يكون عندك حته تسويق، ازاي تسوق شغلك، تفرض على العميل السعر بتاعك. في ناس بتشتغل بالطريقه دي، في ناس بتعمل مثلا السعر اللي هو عايزه يحطه في النص، مثلا السعر العالي يزود شويه حاجات كده ملهاش اي لازمه، والسعر الاقل يشيل شويه حاجات ممكن تريحه بعد كده. فحاولي انت تعملي الموضوع ده، ممكن يجيب معاكي فايده. يعني ممكن تضحكي على العميل بيه ويوافق في الاخر على السعر بتاعك، ان انت تعملي كذا خطه وتبعتها له زي كده شغل المنتديات زمان او زي شغل الهوستنج بتاع زمان. احنا دايما بنديهم كذا بلان ونشيل شويه حاجات كده ونحط حاجات يعني قبل ما يكون الموضوع بقى كله انليميتد وكده. ابراهيم نعيم بيقول لو عميل قال لي التصميم وحش بحس ان شغلي كله وحش. غلط جدا اللي انت بتحس بيه ده يا ابراهيم، لان مش معنى ان العميل ان الناس اذواق. يعني مش معنى ان انا عميل ذوقي مثلا انجليزي شايف شغلك مثلا عربي فانا شايف ان شغلك وحش. ما بتتقاسش كده نهائي. حاول تكون واثق شويه في شغلك، ولو في حاجه ناقصاك في شغلك حاول تطور نفسك فيها، بس اوعى تحس الاحساس ده لان الاحساس ده سيء جدا وممكن يوقعك جامد يعني. عمرو حسنين بيقول الثقه في التصميم وازاي اعرف ان تصميمي حلو ولا وحش. طول ما انت بتطور نفسك وطول ما انت بتتفرج وطول ما انت بتغذي عينك بتصميمات وبشغل ناس تانية وتحاول تقلد وكده، فاكيد هيجي لك ثقه بعد فتره من الزمن. كلنا عدينا على المرحله دي على فكره. حتى المحترفين ما بيبقاش عندهم مش ثقه، عدم اعجاب بشغلهم ان في احسن من كده. احمد مايو النجار قررت اسيبه واشتغل شيف. والله احسن حاجه نجار ده بجد احسن حاجه عملتها في حياتك. الاكل بيجيب فلوس حلوه برضه، الله اكبر يعني مش بحسن. على فكره انا فكرت في الموضوع ده قبل كده، ان انا اصل انا بعرف اطبخ برضه وبعمل حاجات عبيطه كده، ففكرت فلو اعتزلت التصميم ابقى اشتغل شيف انا كمان، نفتح انا وانت حاجه بقى. هتطلبوا معايا ديليفري ولا هتاكلوا من البتاع دي؟ عمر الراياتي تقريبا يعني ربط الافكار مع بعضها البعض والخروج بها في مشروع متكامل مترابط. دي محتاجه منك
خبرات في مجالات تانية زي مثلا مجال 3D زائد مجال مثلا الموشن جرافيكس زائد مجال ال2D وهكذا. يعني المفروض تكون عارف اكتر من مجال او اكتر من تخصص علشان تقدر تطلع فكرة مشروع متكامل مترابط، فلازم يكون عندك خبرة في حتت كتير يعني. حنان حسني ممكن ترسمني واديكي 10 جنيه. واحمد سيد برضو بيقول ايوه انا بعاني من نفس المشكلة دي. فهي الفكرة يا جماعة يعني كبر مخك. انا بصراحه لما حد بيطلب مني حاجه ببلاش مش بعملها حتى لو مين يعني، وبحرج كمان يعني بحرج بجح انا في الموضوع ده. مش هعمل لك حاجه ببلاش، عادي احرج الناس مش عيب على فكره. احمد يوسف بيقول التعديلات الزياده عن العادي واللي بتبوظ البروجكت اصلا الرندر ومتطلباته المكلفه جدا. وتخيل بقى الاثنين مع بعض، رندر وتعديلات ورندر وتعديلات، ونفضل في نفس الدايره طول عمرنا. برضو نفس مشكله التعديلات واخده ريت عالي جدا النهارده، والاجهزه فعلا بقت غاليه موت. انا نفسي مش عارف اجيب جهاز لحد دلوقتي جديد. اسراء ايمن كاتبه بالفرانكو، مضطر اقراه يا اسراء. اما يجي لكلاينت من دول يقول لي عايز حاجه واو، تحاول تفهم منه اي حاجه تانية او توري له ريفرنس او اي حاجه. انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه؟ انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا؟ وهو ما زال مش فاهم غيره انه عايز حاجه واو. انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. والله العظيم ومش فاهم حاجه يا اسراء، بس خير يعني، خير ان شاء الله. عبد الله ماجد بيقول عدم توفر الجهاز المناسب للموشن جرافيكس، العميل يطلب عمل احترافي وجديد بمبلغ زهيد، كثرة التعديلات، عدم دفع العربون من قبل العميل والتأخير بدفع المبلغ بعد التسليم، العميل يرسل لك شعار شركته بملف وورد قبل عمل التصميم، تجيك افكار رهيبة عند التصميم، الافكار تطير. خلينا نمسك مشكلة ونحاول نحلها مع بعض. عدم توفر الجهاز المناسب للموشن جرافيكس دي ممكن تيجي ان انت تعمل شغل كتير وتحوش وتمسك على نفسك شوية لحد ما بعد فترة من الزمن تجيب جهاز. العميل يطلب عمل احترافي وجديد بمبلغ زهيد، فكك منه خالص وما تعملش اي شغل بمبلغ انت مش موافق عليه، وقول له كده في وشه، قول له الحقيقه المبلغ ده مش عادل بالنسبه للشغل اللي انا هعمله، لا اما تزود المبلغ لا اما مش هعمل شغل وسلام عليكم. كثره التعديلات عادي بتحصل لنا كلنا، حاول برضو تمشي معاه وحاول تفهمه ان ده افضل ليه وده، وفي الاخر هو اللي دافع فلوس يعني، مش هنخسر عملاء برضو علشان تعديلات كتير دي بتحصل في اي حته يعني. عدم دفع العربون من قبل العميل، انت غلطان في الحته دي علشان انت ما قلتلوش ان انت تدفع عربون قبل ما تشتغل. المفروض انت تاخد 50% من شغلك قبل ما تبتدي في اي شغل وقبل ما تلمس الماوس حتى، والتاخير بدفع المبلغ بعد التسليم انت برضو غلطان في دي، لانك ما ينفعش تديله النسخه النهائيه او الفاينل فيرجن يعني من التصميم قبل ما تاخد فلوسك. ممكن تبعت له مثلا عينه او معاينه صغيره فيها ووتر مارك او كده علشان تضمن ان هو يدفع يعني، ولو ما دفعش انت كده الديزاين عندك يعني. العميل يرسل لك شعار شركته بملف وورد، يا عبد الله لازم تقول له ان انا عايز الملف بصيغه معينه سواء مثلا PNG او PSD او ايا كان ايه الموضوع، ولو بعته لك بملف وورد يا سيدي عادي افتح الوورد ودوس سيف مش مشكله. في عملاء يعني مش عارفين. انا حمار. وانت بتجيلك الافكار هات ورقه وقلم على طول واكتب كل الافكار اللي بتجيلك او ارسمها وخرج الافكار دي من دماغك، لان دي ساعات بتبقى افضل افكار. يعني عرفتوا ليه انا سميت الحلقه اوسخ مجال في مصر؟ الكومنتات تجيب احباط يا جماعه. احمد عيد اختلاف الاذواق، يعني ممكن حاجه تبقى واو وما تعجبش العميل وحاجه اي كلام وتعجبه عادي، ما هو ده ذوقه. خلي الحاجه الواو ليك في البورتفوليو بتاعك والحاجه اللي مش واو اديها له عم وريح دماغك. مهدي الباجوري اهي اكبر المشاكل اسعار الكورسات في مصر. سعر الدبلوم 4100 جنيه موشن، على فكره سعر الدبلوم الجرافيكس 5000 جنيه دي انا كنت عامل الكورس بتاع الموشن جرافيكس كورس من يعني تبقى في المستوى المتوسط او ممكن يبقى المحترف على حسب شطارتك في الكورس، كان ب 1200 جنيه. فانا الكورس اللي انا بديه في اي سنتر ان شاء الله لو هديه يعني انا بديه دايما ب 1200 جنيه. وفي ان شاء الله كورس قريب بس للاسف مش في القاهره، هيبقى في محافظه يعني من محافظات مصر، مش هيبقى بالاسعار الغريبه بعد بيشوفها دي. باسم بيقول الخوف من المستقبل، برامج على طول بتتحدث وده صعب اننا نتابع الجديد دايما. مش لازم على فكره تشتغل على دايما الابجريدز اللي بينزلوها او الابديتس، مش شرط على فكره. انا واحد من الناس لحد دلوقتي بشتغل بفوتوشوب CS5 وعادي يعني. ولو كسبت اليوم من عميل 100,000 بكره مش ضامن يجيلك فلوس. شغلانتنا فعلا مش مضمونه، بس لازم تامن نفسك زي الممثل كده بالظبط، ممكن يشتغل النهارده فيلم وممكن بكره ما يعملش اي حاجه. بذمتكم اللي انا بقوله ده كلام غلط ولا صح؟ مش هو ده اللي احنا بنقوله بينا وبين بعض. افتح لك بقى مشروع مثلا تحط فلوسك في البنك، حاول تامن نفسك يعني، لان فعلا مجالنا مش مضمون ومش للاسف كمان ملوش لا معاش ولا في مكافاه نهايه خدمه، مش موظفين يعني. يوم ان الجماعه بقى اللي ايه الارزويه والجماعه الغلابه اللي زي حالات، احنا ناس فنانين على باب الله. الكومنتات كلها
فعلا سبحان الله كل مجال او كده ليه ايديولوجيه يعني، او ليه مرجعيه او ليه سيكولوجيه. فسيكولوجيه المصمم فعلا او من ضمن اللي انا قريته ده كلنا شبه بعض، وده جامد جدا وده جميل، كلنا جامدين. احنا فعلا كمصممين جرافيك السيكولوجيه بتاعتنا ما بتسمح لناش ان ازاي يقول عليا مش فاهم وازاي يعدل على تصميمي، لا ده طبيعي لازم يحصل. لازم تخرج عقلك من الحته بتاعت ان ما ينفعش حد يعدل على شغل، لا ينفع، لانك في مجال فني والنقد فيه متاح الى ابعد الحدود والتعديلات فيه لا تنتهي. بس هي الفكره انك خلاص انت عملت الديزاين اللي يعجبك، اركنه بقى على جنب واعمل الديزاين اللي يعجب العميل. انا اتقالت لي كلمه من حوالي يعني 9 سنين تقريبا او 10 سنين، كان من واحد كتر خيره كان مدير يعني ساعتها، قال لي كلمه حلوه قوي، قال لي محمد انت اثبت انك مصمم مبدع، اثبت بقى دلوقتي او جه الوقت ان انت تثبت فيه دلوقتي انك مصمم محترف. وفي فرق شاسع بين المصمم المبدع والمصمم المحترف. المصمم المبدع هو البني ادم الكرييتيف اللي بيقعد 7-8 ايام في لوجو مثلا وفي الاخر يعمل برزنتيشن محترمه ويقدمها للعميل وكله يسقف له ويقول له واو ده مصمم مبدع، لانه بيقعد يذاكر ممكن يعمل لوجو واحد في السنه. ده مصمم مبدع، مش بيشتغل عشان الفلوس، ده بالعكس ده ممكن كمان هو اللي يصرف على المنتج ده او على البرودكت او على الديزاين علشان يطلعه بابداعيه. في حاجات تانية كتير كمان جوه حته المصمم المبدع دي. طيب المصمم بقى المحترف، المحترف ده اللي هو زي الصنايعي كده، اللي هو بيشتغل اي حاجه وكل حاجه وما بيقولش على حاجه لا، وبيعدل مليون الف مره وما بيهموش العميل يقول ايه، ده مصمم محترف. فهي الفكره في يا جماعه ان احنا لو حاولنا نكومباين بين الاثنين دول، عملنا خلطه كده بين الاثنين دول، بين الابداعيه والاحترافيه، صدقوني هنوصل لمرحله جامده جدا من الشغل. هتعمل شغل كويس جدا وهترضي العميل كويس جدا، فبالتالي العملاء في الاخر هيبسطوا منك وهتاخد شغل فعلا كتير. فحاول تجمع بين الاثنين، كلنا مبدعين وكلنا حلوين وكلنا نفسنا نعمل اجمل شغل في الدنيا ونبقى احسن ناس في الدنيا. بس هي الفكره كلها ان لازم تمسك العصايه من النص، لازم توازن الامور. انا بقول لكم الكلام ده وبقوله لنفسي لاني اصلا فاشل فيه وما بعرفش اعمله، بس بحاول. يعني كلنا هنحاول مع بعض ان شاء الله ان احنا نبقى احسن ونمسك العصايه من النص، لان كده كده المجال فعلا واقع. ومش بس مجال الجرافيكس في مصر واقع، لا كل المجالات واقعه. الظروف في مصر وفي العالم العربي عموما وفي العالم كله فيها كساد الى حد ما، او الدنيا مش ماشيه. فنحاول كلنا نزقها مع بعض، نحاول نحب مجالنا، نحب العميل لان هو ده مصدر رزقنا اصلا، نحاول نفهمه، ناخده كده نطبطب عليه نقول له مالك بس في ايه، تعالى بص في 1 2 3 4 و1 2 3 كده. حاول تفهمه، حاول يعني عامل العميل انه ابنك الصغنن، يعني عامله اكنه واحد جاهل مش فاهم حاجه، امي. عامله انه امي مش انا يعني ولا امك انت، لا يعني حاول يعني راجل جاهل يعني. فانت تقول له يعني مالك بس يا حبيبي تعالى، يعني في والله عندي ريفرنس الفلاني وفي والله عندي التصميم الفلاني، وانت راجل شغال مثلا في الاسنان، انت راجل دكتور سنان على عيني وعلى راسي، والله بص ده 5-6 تصميمات بيتعملوا لدكاتره الاسنان، دول شكلهم. انا هعمل لك مثلا حاجه بين ده وده وده، وحاول ترسم له سكتش كده خفيف وانت قاعد، يعني كل دماغه. انا عايزك تاكل دماغ العميل. والكلام ده برضو انا بقوله لنفسي، مش بقوله ليك ولا ليها، انا بقوله لنفسي انا، لاني انا نفسي قبل ما بروح العميل بذاكره وبقعد افكر العميل ده انا هقنعه بايه، يعني هكلمه في ايه، هل فعلا لو انا قعدت رسمت له سكتش هل هينبهر ولا مش هيفرق معاه. هي الفكره كلها ان انت تفهم سيكولوجيه البني ادم برضو اللي انت بتتعامل معاه، وتعرف تاخد منه اللي انت عايزه وما تخليهوش هو ياخد منك اللي هو عايزه. تمام. احمد سيد بيقول انا بقى عم الحاج حكايه، انا شغال في السعوديه وصاحب الشغل راجل حمار ومش مجاله ولا بيفهم حاجه في الكمبيوتر ومش عارف ايه، وهو فاكر نفسه ستيف جوبز. انت متاكد يا احمد ان انت عايز الشغل ده؟ يعني اصل انت يعني لو الراجل ده شاف الحلقه دي انت باي باي كده. وبسمه كمان بترد عليه. ماشي، نقدر نقول لاحمد وبسمه انه شوفوا شغل بقى، او ممكن تشتغلوا فريلانس. مش قلت لكم الحلقه دي للكبار فقط. نية محمود، انا في شركه بعت لي جرافيك KPI وعباره عن 35 سلايد باوربوينت، لك ان تتخيل انا قد ايه كنت عايز اعيط من الغباوه. وتفتح تلاقي كلام على شاكله لعمل تصميم ناجح ومميز، اسحب خط من الصفحه اليمين الى الصفحه اليسار مع عمل اطار زخرفي. انا جاي لي قبل كده ملف باوربوينت كبير بتاع 150 صفحه، وفي الاخر رحت مديله سعر عالي جدا مش فاكر قد ايه، بس كان رقم ضخم يعني علشان اهرب من الشغلانه، علشان مش هقعد اقرا انا ملف الباوربوينت ده كله. ممكن يا امنيه تبعتي ايه الحاجات اللي انت محتاجاها باختصار شديد، تبعتيها للكلاينت
ده، وتقولي له انا محتاجه 1 2 3، او تسال او تعملي فايل مثلا وتساليه 10 اسئله او 20 سؤال للحاجات اللي انت محتاجاها. يعني حاولي تعملي ده، ممكن يكون حل لمشكلتك، اتمنى يعني. ايمن النجار، وده اخر كومنت معانا، اني لما بصمم التصميم وخلاص تمام ومن وجهه نظري تمام التصميم، يجي العميل بكل برود يختار حاجات تبوظ التصميم وتحول مساره على الاخر. برضو مشكله التعديلات. يبقى عندنا 6 مشاكل اتكلمنا عنهم النهارده: التعديلات، الفصال في الاسعار، والجدال مع العميل اللي ما بيفهمش، الثقه او عدم الثقه في التصميم بتاعي او التصميم بتاعك، امكانيات الاجهزه وغلو اسعارها، التصميم ببلاش او الناس الكتير من اصحابنا وحبايبنا وقرايبنا وعابري السبيل اللي بيطلبوا تصميمات ببلاش، ازاي اجيب افكار. حل المشاكل دي بكل سهوله باختصار شديد عشان ننهي الحلقه العجيبه دي. اول حاجه خالص مشكله التعديلات. عادي كل الناس بتطلب تعديلات، طبيعي ان احنا في مجال فني يقبل النقد ويقبل التعديل الكتير. الفكره انك اول تصميم تعمله او التصميم اللي عاجبك تخليه على جنب وتخليه للبورتفوليو بتاعك، ولو عجبك التعديل بتاع العميل حطه في البورتفوليو ما تكسفش يعني. تاني حاجه مشكله الفصال في الاسعار، ودي بتحصل مع كل الناس وده طبيعي جدا. زي ما قلت الارهام كرم في البدايه، انك تعملي او انك تعمل اكتر من بلان او اكتر من خطه. يعني تقول مثلا انا هعمل ده ب1000، هعمل ده ب2000، هعمل ده ب3، وتشيل حاجات من هنا وتحط حاجات وتزود حاجات، والعميل يبقى عنده اوبشنز يختار منها السعر اللي هو عايزه على حسب البادجت اللي هو معاه يعني او اللي يقدر يدفعه. ثالث مشكله وهي عدم الثقه في التصميم. حاول كتير تطور من نفسك، وحاول كتير ان انت تشتغل على شغل كتير جدا وتتفرج على حاجات كتير عشان تعمل تغذيه بصريه. دي نقطه مهمه جدا، ان يوم ما التصميم هيعجبك قوي اعرف ان انت كده انتهيت في المجال. طبيعي جدا ان كل مصممين الجرافيكس مش بيعجبهم شغلهم ومش بيبقى عندهم ثقه 100% يعني في شغلهم، فده طبيعي جدا وبيقابل كل الناس. فلو مش حاسس بثقه نهائيه لازم تطور نفسك ولازم تذاكر ولازم تتفرج كتير. امكانيات الاجهزه واسعارها ما اقدرش اعمل فيها حاجه، ممكن نلم تبرعات، يعني ممكن نلم تبرعات ونوزعها على بعض، وطبعا انا هكون اول واحد جايب جهاز فيكم وبعد كده ادي لكم الباقي. خامس مشكله التصميم ببلاش او للاصدقاء والاقارب والاحباء. فككوا تماما من اي حد يطلب منكم تصميم ببلاش. اي حد يطلب تصميم ببلاش قول له انا والله مش بصمم ببلاش، التصميم ده بالسعر الفلاني، وصدقني مش هيكلمك تاني ابدا. وخليك بجح وما تكسفش، ما تكسفش يا حنان وما تكسفش يا احمد وما تكسفش يا محمد يا زازو، وقول للناس دي بكل بجاحه وبكل قله ادب في الدنيا انا ما بصممش ببلاش بكل بساطه. 6 ازاي اجيب افكار. انا اتكلمت عنها في حلقه قبل كده، ازاي تجيب افكار وحاله الكريتيف بلوك اللي كنا بنعاني منها هتلاقوها هنا في الكاردز، اتفرجوا عليها عشان ان شاء الله هتستفيدوا منها، وانا راح اتفرج عليها معاكم كمان. وان شاء الله في القريب العاجل هتكلم عن ازاي تجيب افكار بس بشكل يعني اعمق شويه باذن الله يعني. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا الحلقات الجايه والورش الجايه، الورك شوبس اللي احنا بنعملها دايما في التشانل هنا على اليوتيوب. وكان معاكم محمد زقزوق من ZackWorks.com ومن اوسخ مجال في مصر، والسلام عليكم.